هاي هاي يا حلوين، يا رب تكونوا كويسين. في الفيديو ده هتكلم معاكم عن سلسلة جديدة وهي سلسلة العودة إلى المدرسة. وده أول فيديو لو أنت مهتم بالتخطيط والنصايح والأعمال اليدوية فالقناة دي علشانك. متنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير مع أصحابك لو الفيديو عجبك. ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. النهارده هتكلم في الفيديو ده عن ازاي نكون منظمين أكتر في وقتنا، وإيه الحاجات اللي تساعدنا إن احنا ننجز أكتر في المذاكرة. أول حاجة هتكلم عنها وهي النوت بوك دي. لازم يكون معانا نوت بوك صغيره كده او دفتر نكون بنتحرك بيه، بيكون معانا في الشنطه بتاعتنا واحنا رايحين الدروس او احنا رايحين الجامعه نحضر محاضرات، علشان اي سؤال يجي في بالك تكتبه، اي فكره تيجي في بالنا نكتبها بسهوله مش ننساها. او ممكن تستخدم النوتس بتاعت الموبايل وده هيبقى اسهل بكتير، بس انا بفضل ان يكون معاك نوتس لان الحاجه اللي بتكتبها بتشوفها فبتفتكرها اسرع. تاني حاجه ودي مهمه جدا 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 وهي التو دو ليست، ان احنا نعمل قائمه بالمهام بتاعتنا. يعني مثلا قبل ما ننام، عندنا جامعه بكره او عندنا دروس، نعمل قائمه المهام بتاعتنا نكتب فيها الحاجات اللي احنا المفروض هنعملها او اللي احنا هننجزها، المهام بتاعتنا او الحاجات اللي احنا عايزين ننجزها، علشان نبقى عارفين احنا هنعمل ايه بكره، مش نفكر لما نرجع من الدروس او نرجع من الجامعه يا ترى هنذاكر ايه، يا ترى عندنا ايه المفروض يتسلم، يا ترى ايه الواجب اللي ورانا، يا ترى ايه البحث اللي المفروض نسلمه او ايه الامتحان اللي ورانا في الجامعه. فيفضل ان يكون عندك التو دو ليست الخاصه بيك علشان تعرف انت وراك ايه. تالت حاجه بقى ودي مهمه جدا وهي نبعد المشتتات عننا نهائي. انك تعمل الموبايل بتاعك وضع طيران او انك تقفل الموبايل تماما علشان تبدأ تركز بس وقت المذاكرة بتاعك، لان اي اشعارات بتجينا سواء من واتساب فيسبوك لازم نشوفها ونفتحها وبتعدي ساعة ورا ساعة ورا ساعة، وبالتالي مش بتذاكر ووقتك بيعدي والدنيا بتبوظ. فلازم نقفل الموبايل بتاعنا واحنا رايحين نذاكر. رابع حاجة بقى وهي انك ترتب الغرفة بتاعتك وكمان المكتب بتاعك، عشان كل ما يبقى اروق كل ما هتقدر تركز اكتر ومفيش حاجات حواليك تشتتك، فهتقدر تركز وبالتالي هتكسب وقت وهتعرف تذاكر افضل. خامس حاجة بقى وهي انك تعمل وجبة خفيفة كده سريعة، مش اكل دسم، علشان تقدر تركز ومش تنام. يعني طبيعي بعد ما بناكل بنبقى عايزين ننام، لكن حاول انك تعمل وجبة خفيفة كده او مشروب صحي خفيف او تاكل فاكهة قبل ما تبدأ وقت المذاكرة بتاعك. وسادس حاجة ودي مهمة جدا جدا ودي اللي اكتر حاجة بتضيع عنا الوقت قبل ما نيجي نذاكر وهي الادوات بتاعتنا. تفضل تدور على القلم والكتاب والكشكول ومش عارفة ايه وايه 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 وايه. فخد 10 دقايق قبل ما تبدأ المذاكرة بتاعتك لانك تكون بتحضر كل الادوات اللي انت محتاجها في الوقت ده علشان تبقى بتركز بس. دول كانوا 6 حاجات: ان انت تبعد كل المشتتات عنك، انك تجهز ادواتك قبل ما تبدا، انك تاكل وجبه سريعه، كمان انك يكون عندك التو دو ليست بتاعتك ودفتر المهام بتاعك، واخر حاجه انك تروق المكتب بتاعك او الاوضه عموما علشان ما تتشتتش بسهوله. ودول كانوا 6 حاجات علشان يساعدونا ازاي ننظم وقتنا ونكسب وقت اكتر علشان نبدا في مذاكرتنا. بس كده، استنوني في فيديوهات تانية كتير من سلسلة العودة إلى المدرسة. باي باي.